كمان ميل الساتر، يعني ميل الساتر، الساتر الاول كان 45 بقى 85، يعني ساتر كده على الايه، على القناه، على الميه كده على طول، اللي هو خط برلين. طب احنا نتغلب عليها ازاي؟ قال والله احنا كنا في قناه السويس، كنا في السد العالي، الروس احنا كنا بنستخدم تجريف الرمله دي باستخدام الميه بالتوربينات. المهم جبنا احدث توربينات، وهم سالونا انتوا هتعملوا ايه بالبتاعات دي؟ قلنا لهم احنا عندنا ارض زراعيه عايزين نبعت ميه كبيره، في عندنا مباني عاليه عايزين لو حصل فيها حريق ولا حاجه عايزين نطفي. المهم ان نفس الرئيس السادات قدر ان هو يخدع الناس بان احنا جايبين الحاجات دي لاستخدام مدني مش لاستخدام عسكري، انما فكره واحد واخدها واتجربت تجريف الكلام ده حوالي 368 مره، يعني تم التدريب، جابوا عملوا نقطه قويه في حته والرمله واستخدموا. اهلا بكم كلكم، نتعرف بحضرتك.